ست في الكويت ولعت فرح جوزها وفحمت المعازيم. نصرة يوسف سنة 2009 وتحديدا في منطقة العيون في الجهراء في الكويت. العروسة دخلت عادي الخيمة المخصصة للنساء واللي كان فيها حوالي 200 ست وطفل بيغنوا وبيرقصوا عادي جدا، ومحدش كان يعرف ان زوجة العريس الأولى هي نصرة يوسف محمد العنزي، واللي انفصل عنها من فترة وكانت بتخطط للانتقام، انتقام دموي ما يخطرش على عقل بشري. جابت جيركن بنزين وغطته ودخلت بيه وهي لابسه نقاب، وبدأت ترش البنزين حوالي الخيمة اللي كانت بلاستيك، وبكل برود ولعت النار. عايز اقول لك ان الخيمه اتفحمت بالكامل في دقائق. الكارثه الاكبر ان وقتها الخيمه ما كانش فيها مخرج للطوارئ، الناس اتحصرت جوه والدخان والحراره خلى حتى النفس مستحيل. 57 شخص ماتوا محروقين ومتفحمين ومعظمهم من النساء والاطفال. الحمايه المدنيه وصلت بعد فوات الاوان، واللي قدروا يطلعوه وقتها كان الجثث متفحمه. حقيقه المشهد كان مرعب لاي حد وقتها شاف. الشرطه مسكت الزوجه الاولى، ولما مسكوها وسالوها عملت كده ليه، قالت كنت عايز احرق قلبه زي ما حرق قلبي واتجوز عليا غيري. القضيه قلبت الكويت كلها والعالم العربي وقتها اتكلم عنها. وقتها الزوجه اتحكم عليها بالاعدام، والجريمه دي دخلت التاريخ باسم جريمه عرس النار. فتفتكروا هل نار الغيره ممكن توصل للدرجه دي؟